هو احنا بننضف البيت عشان يرجع يتبهدل في 5 دقايق؟ طيب ليه بنحس ان شغل البيت ساقية ما بتقفش ومهما عملنا بنفضل محلك سر؟ المشكلة مش فيكي ولا في وقتك، المشكلة انك ماشية بمبدأ هد وابني، مش مبدأ العادات الذكية. النهاردة هنتكلم عن عادات الارتكاز، وهم 3 حاجات بس لو عملتيهم البيت هينضف لوحده. والله زي ما بقولك كده، لو عايزة تخلصي من صداع التنظيف للأبد يبقى الفيديو ده علشانك. عارفة الشعور ده لما تصحي الصبح وتحسي ان البيت بيضغط على اعصابك، ان الحيطان بتضيق عليكي من كتر الكركبة، والمشكلة الاكبر مش في الكركبة نفسها، المشكلة في الاحباط، انك لسه منضفة من يومين. طب هو ايه اللي حصل؟ لو انت من الناس اللي بيقضوا يومهم كله في ان انت تنضفي البيت ورايحة جاية في البيت على طول، يعني بتجري ورا العيال وتلمي من هنا وتحطي هنا وفي الاخر برضو البيت متبهدل، فالفيديو ده هو طوق النجاة ليكي. والنهاردة ان شاء الله مش هنتكلم عن خلطات التنظيف ولا اقوى منظف للدهون ولا الكلام ده، النهاردة هنتكلم عن عادات ارتكاز لازم تكون في حياتنا علشان نقدر نحافظ على البيت، وازاي تخلي البيت هو اللي يساعدك تعيشي مش انت اللي تعيشي عشان تخدمي البيت. السلام عليكم، اهلا بيكم تاني في قناتي بهدوء مع هاجر. في فيديو النهارده هنتكلم عن عادات الارتكاز في تنظيف البيت، وهي العادات الاهم اللي بتخلي البيت دايما رايق ونظيف. خلونا نبدا بحدوته صغيره. في علم النفس اكتشفوا ان في عادات معينه لما بنعملها بتبدا تعمل تاثير الدومينو، اللي هو الدومينو افكت. يعني مجرد ما العاده دي تحصل هي بتجبر عادات تانية كتير انها تحصل وراها، وزي ما بنقول الشغل بيجيب شغل من غير مجهود طبعا، ولا مجهود ذهني منك ولا الكلام ده. العادات دي اسمها عادات الارتكاز. في رواية عادات الارتكاز في تنظيف البيت احنا بنلعب على العقل الباطن. احنا مش عايزينك تشغلي قوة الإرادة بتاعتك كل يوم علشان تنظفي، لأن قوة الإرادة دي مخزون وبيخلص على طول. احنا عايزين النظام يبقى تلقائي زي غسيل سنانك كده. انت مش بتفكري يا ترى هغسل سناني النهاردة ولا لا، انت بتعمليها اوتوماتيك. ده اللي احنا عايزين نطبقه على البيت. العادة الأولى، الحوض هو المراية. الحوض لازم يبات فاضي. المطبخ هو روح البيت زي ما احنا كلنا عارفين، والحوض هو روح المطبخ. لو صحيتي لقيتي الحوض نظيف هتحسي ان اليوم لسه بخيره، لكن لو لقيتي جبل مواعين مستنيكي اليوم بيقفل من قبل ما يبدأ اصلا. يبقى القاعدة مفيش معلقة تبات في الحوض. العادة دي لوحدها هتعلمك التنظيف اول باول من غير ما تحسي. وزي ما قلنا الفصل الاول بيبدأ من المطبخ. المطبخ هو غرفة العمليات. لو المطبخ مبهدل الشقة كلها مهما كانت نظيفة هتحسي انها كئيبة. والعادات الارتكازية اللي احنا بنتكلم عليها هنا هي الحوض اللي هو الفاضي خالص. انا مش بقولك نظفي المطبخ كله، انا بقولك الحوض بس. في قاعدة نفسية بتقول ان الفوضى بتجذب فوضى، وان الشغل بيجيب شغل. لو في طبق واحد في الحوض هيهون عليكي ترمي التاني والتالت وكله يتكوم عليكي، وهتكسلي تمسحي الرخامة وهتسيبي كيس الزبالة مكانه، ومش هتعملي اي شغل خالص في البيت. يبقى التطبيق العملي، مهما كان يومك صعب قبل ما تنامي لازم الحوض يكون بيلمع ونضيف وما فيهوش معلقة، ولازم تكوني منشفة الحوض كويس جدا. لما تصحي الصبح وتلاقي المراية دي قدامك يعني الحوض نضيف أبيض تماما، أول قرار هتاخديه هو إنك مش هتوسخي الحوض ده بفنجان القهوة. فأول ما تشربي القهوة بتاعتك هتغسلي الفنجان فورا، ومبروك انت كده بدأتي سلسلة نظافة تلقائية. العادة التانية اللي عايزين نتكلم عليها وهي تأثير السرير المرتب. هي عادة ترتيب السرير دي تاني حاجة احنا هنتكلم عليها النهاردة. ناس كتير بتقول يا ستي ما انا كده كده هرجع انام فيه بالليل، هعمله ليه؟ خليني اقولك ان ترتيب السرير مش عشان السرير ده علشان عقلك انتي، ده علشان انتي تبقي هادية ومرتاحة. والابحاث بتقول ان الناس اللي بيرتبوا سريرهم الصبح هم اكتر ناس انتاجية واكتر سعادة. ليه؟ لان ده اول تاسك او مهمة بتخلصيها في يومك. انتي كده بتعلني السيطرة على بيتك من اول دقيقة. اول ما بتصحي من النوم لازم ترتبي السرير بتاعك علشان شكل الغرفة يتغير تماما، وهتلاقي نفسك غصب عنك مش قادرة تشوفي الهدوم مرمية على الكرسي، فطبعا هتروحي تشيليها بالمرة. وانتي بتروقي السرير هتلاقي نفسك شغل بيجيب شغل وبتعملي حاجة ورا حاجة، وهتلاقي نفسك مش قادرة تشوفي التسريحة مكركبة فهترتبيها. وكل ده بدأ منين؟ بدأ من ان احنا رتبنا السرير بس. يا اما يبقى السرير هو المركز اللي بينشر العدوى الإيجابية في باقي الأوضة. طيب في قانون اسمه قانون ال10 دقايق المسائية. دلوقتي جينا الأهم فصل في رواية عادات الارتكاز، وهي عمرة البيت اليومية. دي مش تنظيف عميق، دي إعادة ضبط. تخيلي لو انت كل يوم بالليل بعد ما الكل ينام بتظبطي المنبه على 10 دقايق بس،
في ال10 دقايق دول انت بتعملي حاجه واحده، بترجعي اي حاجه لمكانها، بتحطي الريموت في مكانه، شنط المدرسه اللي عند الباب بتدخليها، الجواكت المرميه على الكنبه بتحطيها في الدولاب او بتعلقيها، المخدات بتتنفض وبتتحط في مكانها. يبقى السر هنا فين؟ السر في ال10 دقايق دول بيحموكي من تراكم الفوضى. لما بتعملي الارتكاز ده انت بتقطعي الطريق على الجبل انه يتكون، وتصحي تاني يوم الصبح على بياض وكل حاجه حواليكي نظيفه. طيب ازاي تزرعي العادات دي؟ ايه هي الاستراتيجيه بتاعتها؟ بصي، انا بنسى وبكسل، طب اعمل ايه؟ هنستخدم استراتيجيه التحميل. يعني ايه؟ يعني اربطي العاده الجديده بحاجه انت كده كده بتعمليها. يعني مثلا المطبخ اربطيه بالفطار او عمل الشاي. لما بتخشي تعملي شاي او لما بتخشي تفطري وانتي واقفه ومستنيه الميه تغلي، بتنضفي المطبخ وبتنضفي الحوض. لو انت مثلا عندك غسيل بتحطيه في الغساله، لو بتشطفي طبقين في الحوض كده. السرير اربطيه باول ما رجلك تلمس الارض، قبل ما تروحي الحمام حتى شدي اللحاف، اظبطي المخدات، هم 30 ثانيه بالظبط هتعدلي فيهم السرير. ال10 دقايق دول اربطيها مثلا بقفل الانوار، قبل ما تطفي النور وتدخلي تنامي لفي لفتك السريعه على البيت. عشان نبقى عارفين ان عادات الارتكاز دي معموله اصلا للناس المشغوله. الست اللي عندها وقت فراغ كبير ممكن تنظف البيت كله في يوم واحد، لكن الست المشغوله محتاجه ذكاء. فالعادات دي هي اللي هتخليكي لما يجيلك ضيف فجاه ما تتخضيش، هي اللي هتخليكي لما ترجعي من الشغل تلاقي البيت بيستقبلك مش بيهاجمك. ولو عندك اطفال علميهم العادات دي معاكي. خلي ال10 دقايق دي لعبه، مين هيجمع العابه اسرع، مين اللي هينظف المعايا اسرع، مين اللي هيلم الهدوم. انت مش بتنظفي وراهم، انت بتبني فيهم شخصيات منظمه. يبقى الخلاصه والنتائج في النهايه، البيت مش هو الغايه، البيت هو الوسيله. احنا بننظف عشان نلاقي وقت نعيش، مش بنعيش عشان ننظف. ورواية عادات الارتكاز في تنظيف البيت هدفها انها تحرر عقلك وتحرر مجهودك من التفكير في شغل البيت اللي ما بيخلصش، وتديكي مساحة للإبداع وللقعدة مع أولادك، أو حتى للراحة اللي انت بتستحقيها. تخيلي بعد شهر من دلوقتي لما العادات دي تبقى جزء من دمك، هتلاقي نفسك بتعملي كل حاجة وانت بتسمعي مثلا بودكاست أو بتفكري في فكرة مشروع، والبيت بيفضل نظيف لوحده فعلا. أتمنى ان عادات الارتكاز اللي احنا اتكلمنا عليهم النهاردة هنلخصهم سريعا، أتمنى ان هم يفيدوكم. يبقى احنا زي ما قلنا، هي الحاجات اللي بتعمليها أول بأول، زي أما تعدلي السرير أول ما تصحي من النوم، أو لما بتخشي المطبخ لازم تنظفي وراكي أي حاجة بتعمليها أول بأول، أطباق أو كوبايات أو الخلاط أو الحاجات دي. وزي كمان ال10 دقايق اللي في آخر اليوم اللي اتكلمنا عنهم، اللي هم اللملمة السريعة اللي بتمشي على البيت كله، تلمي فيه كل الحاجات، ترجعي أي حاجة مكانها، الريموت ترجعيه مكانه، تعدلي الكنب، تعدلي المخدات كده. اتمنى ان فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو في اي تعليق او شاركوني في الكومنتات وسيبوا لي كومنت تحت. ولو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش تعملي لايك وتعملي سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد.